علمت مصادرنا الخاصة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أبلغ الاتحادين المصري والبوتسواني بتأجيل موعد مباراة مصر وبوتسوانا لمدة 3 ساعات، أي تنطلق صافرة مباراة مصر وبوتسوانا في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة بدلا من 4 عصرا. وسبق وأكدت مصادرنا أن بعثة بوتسوانا ستصل مساء اليوم الاثنين إلى ملعب مباراة مصر المنتظرة. وأضاف المصدر أن ذلك يرجع بسبب أزمة في الراعي الخاص بالمنتخب البوتسواني في مجال الطيران. وأكد بأن بوتسوانا طلبت من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تأجيل مباراة مصر بسبب تأخر سفرهم، يذكر أن بعثة منتخب بوتسوانا عالقة حتى اللحظة في نواكشوط عاصمة دولة موريتانيا، ويعود ذلك إلى عدم عودة الطائرة الخاصة التي كان من المقرر أن تعود بهم إلى أراضيهم. ويستضيف ملعب فرانسيس توون مباراة بوتسوانا ضد مصر في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بمباريات تصفيات أفريقيا 2025. يواصل عشاق الفراعنة في البحث عن كيفية مشاهدة مباراة مصر وبوتسوانا مباشر في تصفيات أفريقيا 2025 عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية والمشفرة، وبالتحديد قناة بي إن سبورتس HD الثانية. بينما يمكنكم مشاهدة مباراة مصر وبوتسوانا بث مباشر عبر الإنترنت، ستكون عبر تطبيق تودي الناقل الحصري والوحيد لمباريات تصفيات أفريقيا مباشرة داخل الشرق الأوسط وفي الشمال الأفريقي، وذلك من خلال تحميل التطبيق عبر التليفون المحمول، ومن ثم توصيله بشاشة العرض الكبرى.